الرحمن الرحيم. الطلبة الأعزاء، يسعدني أن أعود إليكم إلى القسم الأول الذي يتعلق بالتأصيل النظري لمادة الأنظمة الدستورية المقارنة. وكما أشرت إلى أن الأنظمة التي سنؤصل لها هو النظام البرلماني والنظام الرئاسي والنظام شبه الرئاسي، وسنتحدث على بعض الأنظمة التي لها خصوصيات خاصة مثل النظام المغربي. نبدأ بالنظام البرلماني. النظام البرلماني يقصد بالنظام البرلماني في الفقه هو النظام الذي تنبثق فيه الحكومة من البرلمان، أو النظام التي تكون فيه الحكومة وجه للبرلمان والبرلمان وجه للحكومة في أغلبيته. وهذا النظام يسود في كثير من دول العالم. إذا كان العالم حاليا يتوفر على 193 دولة كأعضاء في الأمم المتحدة، فإن النظام البرلماني يوجد في 73 دولة، بمعنى أن النظام البرلماني إذن يسيطر أو يأخذ الريادة والسيادة في العالم على باقي الأنظمة الأخرى. على سبيل المثال نجد النظام البرلماني يوجد في القارات التالية بالعدد التالي. مثلا في أفريقيا يوجد النظام البرلماني في أفريقيا في 6 دول، وفي أمريكا من غير الولايات المتحدة الأمريكية إذن يوجد في 12 دولة، وفي آسيا يوجد في 16 دولة، وفي أوروبا مهد الحضارة الغربية ومهد انطلاق الفكر السياسي الحديث والمعاصر إذن في 34 دولة. في دول المحيط الهادي في 35 دولة. إذا جمعنا هذا العدد نجد النظام البرلماني ينتشر في 73 دولة. طبعا لكل نظام برلماني ما بين دولة ودولة توجد بعض الخصوصيات وبعض الخاصيات التي تميزه، ولكن هناك خصائص مشتركة وسوف نتحدث عنها. إذن نبدأ بالخاصية الأولى للنظام البرلماني، هي خاصية الثنائية في الجهاز التنفيذي. الجهاز التنفيذي يتكون من رئيس الدولة، وهو في النظام البرلماني غير مسبوق إطلاقا في كثير من الأنظمة، ودوره يكاد أن يكون رمزيا وشرفيا، سواء كان النظام نظاما ملكيا وراثيا كما هو الشأن في هولندا، في إسبانيا، في إنجلترا، ما هو كذلك في بعض الأنظمة في البلدان العالم الثالث، أو أحيانا يكون رئيسا منتخبا من طرف الشعب كما هو الشأن في ألمانيا رئيس الدولة منتخب ويدخل في إطار النظام البرلماني. غير أن فقه القانون الدستوري يختلف حول دور رئيس الدولة إلى 3 تيارات. تيار يقول إن دور رئيس الدولة في النظام البرلماني هو دور سلبي. على سبيل المثال في إسبانيا كثير من التيارات السياسية تنادي بإلغاء الملكية، لأن دورها ليس دورا
ليس لها أي دور، وهو عبء على الدولة، وتتلقى ميزانية ومخصصات من ميزانية الدولة للنفقة على الأسرة الملكية إلى غير ذلك من الأشياء. هذا تيار. ولكن تيار آخر يقول إن دوره إيجابي، خاصة عندما يسند إليه مسألة التحكيم، عندما يحتكم إليه في حالة وجود الدولة في مؤسسات عامة وكبيرة. نفس التيار هذا نفس التيار يرد على التيار الأول على مستوى إسبانيا، بأنه في سنة 1981 عندما وقع الانقلاب على البرلمان، قاد جنرال انقلابا على البرلمان واعتقل الحكومة واعتقل كثير من البرلمانيين. إذن خرج الملك بخطاب وطالب من الجيش أن يتحرك نحو البرلمان لاعتقال الانقلابيين، وفعلا لعب دورا كبيرا في إنقاذ الديمقراطية الإسبانية التي تأسست مع دستور سنة 1987. إذن هذا التيار يقول بأن دور الملك دور إيجابي، وفعلا هناك كتابات كثيرة ومتعددة على إسبانيا بأن الملك لعب أدوارا تاريخية مهمة، هو إعادة إسبانيا إلى محيطها الإقليمي مع الدول الإسكندنافية، أحيا معها كثيرا من العلاقات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية، ثم أحيا أيضا العلاقات التاريخية مع أمريكا اللاتينية التي كانت دخلت في صراع مع إسبانيا بسبب الحروب الاستقلالية التي قادتها الشعوب ضد تواجد إسبانيا في أمريكا اللاتينية. إذن كانت له أدوار إيجابية حسب هذا التيار، وهذا التيار هو التيار السائد، هو التيار الذي يسود في كثير من دول العالم. وهناك تيار آخر يقول بأن رئيس الدولة في النظام البرلماني ليس مهما أن يكون أو لا يكون، المهم أن يكون رئيس الدولة يسأل إذا كان يمارس جزءا من السلطة أو قليلا من السلطة أو كثيرا من السلطة، كما هو الشأن في النظام البرلماني الألماني. الدستور منح للمحكمة الدستورية في ألمانيا إمكانية إيقاف رئيس الدولة في حالة ما إذا أخل بعدم احترامه للقوانين والدستور. إذن يمكن للمحكمة الدستورية أن تعفيه، ويمكن أن تحيله على المسؤوليات الأخرى. إذن هذا التيار يقول بأن الجوهر النظام البرلماني هو ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما نطلق عليه نحن العرب أو المغاربة بالضبط. إذن ربط المسؤولية بالمحاسبة، كل شخص مارس السلطة يجب أن يسأل عليها، أن يسأل على مداها، على تراتب، على قوتها، على سلبيتها، على إيجابيتها. إذن هذا هو الجوهر. ثم هناك العنصر هو رئيس الدولة. العنصر ثنائية الجهاز التنفيذي في رئيس الدولة، وفيه أيضا رئيس الحكومة. رئيس الحكومة أيضا يوجد، والحكومة التي يترأسها رئيس الحكومة هي مسؤولة سياسيا، وتعتبر أساس السلطة التنفيذية. أولا من أسس اعتبارها سلطة تنفيذية أساسية، أولا تحديد المسؤولية العامة للدولة. هي الحكومة هي التي تضع السياسة العامة وتتقدم بها قبل تنصيبها للحصول على ثقة البرلمان، ثم هي التي تسهر على تنفيذها وتسأل عنها سياسيا أمام البرلمان.
إذن هذه الحكومة، رئيس الحكومة مسؤول أمام البرلمان ابتداء وانتهاء. ابتداء هو ينصبها، وانتهاء هو الذي يراقب أعمالها، هو الذي يسائلها عن طريق الأسئلة كما سيأتي، عن طريق الاستجوابات، عن طريق ملتمسات الرقابة، عن طريق البرلمان. وهذه الحكومة أيضا لها إمكانية أيضا لمواجهة تعسف البرلمان باللجوء إلى حله. ويسود هذا النظام في كما قلنا في كثير من دول العالم. هناك عنصر آخر أو الخاصية الثانية للنظام البرلماني هي خاصية التوازن والتعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، بحيث يمتاز النظام البرلماني أولا بفصل المرن والمتعاون ما بين السلطة التشريعية السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. ماذا نقصد بالفصل المرن؟ إذن نجد بأن الحكومة كما قلنا سابقا هي وجه للبرلمان، والبرلمان وجه للحكومة. لا أحيانا لا نكاد نميز ما بين الحكومة والسلطة التنفيذية في وظائفها، ليس في شكلها وإنما في وظائفها. إذن يتعاونان على مستوى رسم السياسة العامة، أحدهما يقترح، الآخر يوجهه ويصادق. نجد أيضا كذلك الفصل المرن في المقترحات القوانين والمشاريع القوانين، والتعاون في بناء نص قانوني إذن يستجيب لكثير من الحاجيات وكثير من الاهتمامات المجتمع. إذن هناك الفصل المرن وهناك التعاون بين السلطات. إذن التعاون يظهر في كثير من المظاهر. كما قلت لكم من حق البرلمان أن يقترح مقترحات القوانين، كذلك من حق الحكومة أن تقدم مشاريع القوانين. وهذا الاقتراح وهذا الاقتراح سواء للمشاريع أو مقترحات القوانين إذن يسمى جوهر الوظيفة التشريعية، وهو أساس تلاحم فيها الجهود السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. وهناك كثير من الآليات التي وضعتها الدساتير العرفية أقرتها بالممارسة، والدساتير المكتوبة وضعتها من خلال إقرار عدة نصوص. أولا يظهر في مسؤولية الحكومة أمام البرلمان. الحكومة مسؤولة أمام البرلمان في التوازن. الحكومة مسؤولة أمام البرلمان عبر الآليات التالية. الآلية الأولى هو حق توجيه الأسئلة. من حق البرلمان أن يوجه الأسئلة إلى الحكومة، سواء كان هذا البرلمانيون كانوا محسوبين على الأغلبية أو محسوبين على المعارضة. إذن كلهم يسألون الحكومة، غير أنه يمكن أن نميز ما بين الأسئلة الأغلبية وأسئلة المعارضة. أسئلة الأغلبية كلها للتنبيه أو إلى إثارة الرأي العام السياسي، وأحيانا يمكن أن تكون وسيلة للتنشئة السياسية، يمكن أن تكون وسيلة لاستقطاب الرأي العام نحو حزب معين إلى غير ذلك من الأشياء. ثم هناك أيضا تقديم الأسئلة من طرف المعارضة. المعارضة تتركز أسئلتها على توجيه السياسة العامة وعلى محاسبتها، إذن تحاسبها عن طريق الأسئلة. وفي الأنظمة البرلمانية الديمقراطية المعارضة لها دور رئيسي، فلذلك رئيس المعارضة له أهمية خاصة في النظام البرلماني. إذن تقديم الأسئلة من المعارضة للتنبيه
وإثارة الرأي العام والتنشئة السياسية والاستمالة آراء المواطنين والرأي العام. وأسئلة المعارضة تتجه نحو خلق أو الضغط على الحكومة للسير في تطبيق سياساتها العامة، أو في تنبيهها إلى مواضيع مهمة أو ذات أهمية أكثر من المواضيع التي تثيرها. ثم هناك أيضا موضوع آخر هو تقديم الاستجوابات. الاستجواب هو الذي يترتب عليه مسؤولية الأشخاص كالوزراء. إذن إذا أردنا أن نلقي نظرة فاحصة للنظام البرلماني، نجيب بأن الاستجوابات بمجرد إثارتها يلجأ الحزب الحاكم إلى مساءلة